تحية وذ واحترام وتقدير في هذا اليوم الأغر، يوم جمع بين فرحتين: فرحة اللقاء وفرحة العطاء وفرحة الامتنان والاعتراف والتكريم. هذه المرحلة التي جمعت بين المسيرة الخضراء المضفرة التي أنمت عن مدى حب الشعب للملك ومدى تشبث الملك بالشعب وبأرضه وبكل رملة وحصن من رماله. هذا اليوم نقف كذلك في يوم عزيز على قلوبنا، يوم تمكنا من أن نسترد كرامتنا وعزنا وعلونا وشموخنا بعيد الاستقلال، أننا تمكنا أن نبني وطنا عزيزا كريما. هذا الوطن الذي اليوم نقف بفضل جمعية الوفاء والثقافة والتنمية وبفضل جمعية الكشاف المغربي المتوسطي من أجل تكريم هامة كرمها صاحب الجلالة والمهابة المغفور له الحسن الثاني حينما كرمه بوسام الاستحقاق الوطني، إعلانا وإدانة بأن هذا الرجل رجل خدوم، رجل وطني، رجل غيور على هذا الوطن، رجل قادر على أن يعطي للأطفال الذين شاهدناهم حظوة الانتماء إلى هذا الوطن، الغيرة على هذا الوطن وحب هذا الوطن. نغتنم هذه الفرصة التي يكرم فيها سسباعي بقار الإدريسي بأن ندعو بالشفاء العاجل صاحب الجلالة والمهابة، وأن يحفظه الله وأن يجعله ذخرا لنا وملاذا وحماية لهذا الوطن، حتى نكون دائما قادرين على أن نتحمل المسؤولية تحت الراية النيرة وتحت شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الكريم. أعزائي الكرام، أتقدم بالشكر الجزيل للمنظمة الغربية للاكتشاف المتوسطي فرح والداس، وكذا لجمعية الوفاء ولله الحمد. فالشكر موصول للجميع ولكل من ساهم في إنجاح هذا الاحتفال الجيد والقيم. وبنفس المناسبة ومن باب التذكير لدي كلمة، وأرجو من الحضور الكريم الإصغاء والمتابعة. أقول الإصغاء والمتابعة. وهذه الكلمة تتعلق بعيد الاستقلال وتتعلق أيضا بالمسيرة الخضراء المضفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام الأوفياء للوطن وثوابته ومقدساته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالرب الرحيم. وبمناسبة الذكرى 69 للأعياد المجيدة الثلاثة، عيد العودة وعيد الانبعاث وعيد الاستقلال، أيام 16 و17 و18 من نوفمبر 1956، والذكرى 49 لانطلاق المسيرة الخضراء القرآنية السلمية المضفرة، يوم 6 من نوفمبر 1975. وبرحاب دار شباب والداس نحضر يوم 16 من نوفمبر 2020 هذا الحفل التربوي والفني والمنظم من طرف المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي فرح والداس وجمعية الوفاء للتربية والثقافة والتنمية فرح والداس، والحمد لله رب العالمين. أعزائي الكرام، أصالة عن نفسي ونيابة
عن المنظمة المغربية للتعبئة الوطنية وداخل وخارج الوطن وزملائي الفاعلين المدنيين بشعارنا الخالد، أقول بشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. أذكر نفسي وإياكم بخطاب 6 نوفمبر 2024 لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وحفظه ورعاه وشفاه من كل داء، والذي استحضر فيه ملكنا العزيز والمعتز به عبر العالم قسم الخالد للمسيرة الخضراء المدفرة وفاء لروح والده ومبدعها الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار، آمين. أعزائي أصحاب العقول النيرة، أقول أعزائي أصحاب العقول النيرة وأولي الألباب من مدينة فاس العاصمة العلمية والروحية والثقافية للمملكة المغربية من طنجة إلى القرى بالصحراء المغربية، ألتمس وأرجو من المواطنين المغاربة داخل وخارج الوطن تفعيل محتوى قسم المسيرة الخضراء لا دمنا فوق هذه الأرض الطيبة ولله الحمد وما دمنا أحياء، والله تعالى الموفق. أحبائي في الله، فلنستمع جميعا لقسم المسيرة الخضراء الذي سأقسم به ولا بها بتوفيق من الله تعالى. قسم المسيرة الخضراء المدفرة. أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البغاة إلى الصحراء. أقسم بالله العلي أن ألقن هذا القسم أسرتي وعترتي في سري وعلانيتي، والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي. انتهى القسم. المستمعون الكرام، عبر التاريخ كانت الصحراء مغربية، وبإذن الله وبمشيئة الله ستبقى الصحراء مغربية، والحمد لله رب العالمين. إذن الملك مالكنا والصحراء صحراؤنا، الملك مالكنا والصحراء صحراؤنا، الملك عيشي
العربية أم الفضل. شكرا بخير. والآن غادي نبقاو مع الأستاذ